عام كامل هو الفترة التي أجلت فيها هذه المسابقة من جانفي 2025 إلى ديسمبر 2025 سنة. ثم جانفي 2026. ما تشوفش أنه المغرب دارك وهو الذي ساهم في هذا التأجيل، دارك بأنه ممكن بعض اللاعبين وبعض المنتخبات ستقاطع هذه الدورة وبذلك قد تؤجل مرة أخرى، وهو الذي سيصب في صالح هذا البلد الغير جاهز لاحتضان كأس أفريقيا. نقاش بالحديث عن الموضوع التي تداولته وسائل الإعلام الإفريقية تحدثت بإطناب عن المشاكل التي تعتري إقامة كأس إفريقيا المقبلة بالمغرب نهاية 2025 وبداية 2026، وتفكير عديد المنتخبات ولاعبيها المحترفين في مقاطعة المسابقة تقريبا لأول مرة في التاريخ. حديث عن هذا الأمر ناصر بويش لنتحدث من ناحية التحضير، من ناحية الجانب البدني للاعبين، نهاية موسم بداية موسم. نتحدث عن بداية كأس أفريقيا في 2025 ونهايتها في 2026. الأمور اليوم تبدو معقدة، والكاف وضعت نفسها في موقف لا يحسد عنه. نتحدث عن بطولات، عن كؤوس، عن منافسات أوروبية، عن رابطة أبطال يوروبا ليج، كأس المؤتمرات، زخم كبير في المنافسات عام 2025. بالمقابل في وسط الموسم سنلعب كأس أفريقيا. اللاعب مجبر على أن يكون مخير بين مستقبله الكروي مع فريقه أو لعب كأس إفريقيا في وقت حساس جدا. كنا تكلمنا في الكواليس عن هذه الفترة بالذات. أنا لا أظن بأن اللاعب سوف يكون مخيرا في هذه الوضعية، لأن قوانين الفيفا تسمح له بمغادرة النادي والذهاب إلى منتخبه وإجراء الدورة أو المقابلة التي تكون في تواريخ الفيفا. ما قلنا في الكواليس يمكن أن يستفيد منه الجمهور العريض. منافسة نهائيات كأس إفريقيا تأتي كوتر يلعب عليه الاتحاد الإفريقي لجني الأموال ولمحاولة الاختفاء وراء الاستثمار في البلدان الفقيرة في إفريقيا. بعد رفع العدد المشاركين إلى 24 منتخب في النهائيات لم يبقى لتلك الحجة أي معنى، باعتبار أن الذي يستفيد من احتضان الدورة النهائية سوف يكون مجبرا على ضرورة توفير عدد من الملاعب، عكس ما كان عليه في السابق ملعبين فقط تستطيع أن تنظم نهائيات كأس إفريقيا. ما يحدث الآن هو يعني كان الحديث يعني جار حوله منذ عدة سنوات، هو أن سواء الفيفا بإعاز من الاتحاد الأوروبي كانت دائما تريد من الاتحاد الإفريقي أن يجري هذه الدمدار 4 سنوات مثل ما هو جار في أوروبا. لكن الحجة التي كان يختفي وراءها عيسى حياته آنذاك، واليوم ربما كل الأشخاص الذين خلفوا عيسى حياته ما يزالون يتحججون بضرورة إجراء النهائيات كل سنتين لجني الأموال، أموال سبونسور وما إلى ذلك، ولضخها في بناء الاستثمارات والبنى التحتية في الدول التي تفوز بتنظيم هذه النهائيات. في نهاية المطاف وقفنا في السنوات الأخيرة على أن من يقوم باحتضان هذه الدورة هي الدول الكبرى وليس الدول الصغيرة مثل ما يتحجج به الاتحاد الإفريقي. دورة يعني في نهاية المطاف تلك الأموال لا، الحجة الآن صارت واهية. عندما تعود إلى التاريخ القريب تجد مصر ثم الكاميرون، بعدها كوت ديفوار، والآن المغرب، وربما كانت الجزائر وما إلى ذلك. هذه الدول التي ذكرتها هي ليست دول تحتاج إلى أموال سبونسورينج التي تعود من الكاف لكي تبني ملاعبها والبنى التحتية. عندما نجد دول مجهرية فقيرة في إفريقيا تفوز باحتضان هذه الدورة تكون حجة الكاف يعني في محلها، عدا ذلك الحجة واهية. اليوم أنت قلت منذ قليل لناصر بأن اللاعب هو الذي يدفع الفاتورة. أبدا ليس اللاعب بل الجماهير يا عماد. لماذا؟ لأن اللاعب في نهاية المطاف سوف يأتي إلى المنتخب يقوم بتلك الدورة، يذهب بعيدا أو يقصى في الأدوار الأولى. شفنا مثلا محمد صلاح يا فريد قطع بشكل غير مباشر لعب مع المنتخب المغربي في
مع المنتخب المصري في كان الأخيرة. في نهاية المطاف نجد اللاعبين بدرجة أكبر هم من يجدون بعض الحجج لكي لا يشاركوا في كأس أفريقيا. الامر ليس بالصوره التي طرحتها. في منذ اكثر من 7-8 سنوات جرى الحديث والنقاش على اعلى مستوى في الفيفا على اجهاض اللاعبين في المشاركه بين النوادي والمنتخبات، خصوصا لاعبي امريكا وافريقيا. يعني عندما ذهبوا الى ذلك النقاش وضعوا امام على طاوله النقاش وضعوا بعض الارقام غريبه وارقام مذهله. تجد مثلا لاعب ارجنتيني يذهب في السفر بين قارتين اوروبا وامريكا، ربما يعيش في الطائره على مدار عده ساعات ايام وذهابا وايابا لاجراء هذه المباراه، ثم يعود وما الى ذلك. وجدوا في نهايه المطاف بان هذا اللاعب حولوه الى آلة لا تستطيع تحمل ذلك العبء البدني الذي يخضع اليه بين السفر والتدريبات واجراء المباريات وضغط المباريات وما الى ذلك. في نهاية المطاف اهتدوا إلى ضرورة التخفيف على هؤلاء اللاعبين. هذا عندما يكون النقاش بين قارتين تتمتعان بسيادة، وبمستوى القارة الإفريقية لا تتمتع بأي سيادة أمام نظيرتها الأوروبية أو الفيفا، وبدون أي مستوى، ما دام أنها هي في نهاية المطاف هي مختطفة. لو ذهبنا إلى ما يجري اليوم نجد بأن هذه الهيئة وهي مختطفة تمنح شرف تنظيم هذه الدورة لبلد غير جاهز من حيث البنى التحتية والملاعب، وفي نهاية المطاف يقوم بتأجيل الدورة على مدار موسم كامل. هذه قارة وهذه هيئة غير محترمة البتة. لذلك لا تستطيع وأنت تتبارى إداريا مع هيئة مختطفة وغير محترمة أن تجد ذلك المعطى العلمي والنقاش العلمي وما إلى ذلك. اليوم هذه القارة وهي تمنح خيرة اللاعبين على المستوى الفني إلى أوروبا، هي اليوم ما زالت بذلك الطرح القديم، كأنها قارة تخضع لسلطة وسيطرة خارجية عن إرادتها. وأكثر من ذلك هي هيئة تخضع لنزوات بعض الأعضاء الفاعلين في هذه الهيئة. لذلك النقاش سوف لن نذهب به بعيدا، ونحن نعيش مع هذه القارة التي تريد القارة الأوروبية منا أن نبقى نتخبط في مشاكل غير رياضية. عندما تتحدث عن الكرة الإفريقية تتحدث عن سوء الملاعب، على سوء التحكيم، على عدم وجود النزاهة في المباريات وما إلى ذلك. وهذا ما يقودنا يا فريد مستوى كأس أفريقيا لو تشاطرني رأي في ارتفاع في السنوات الأخيرة. شفنا مستوى كبير مقارنة بالمسابقات التي جرت في الأعوام الأخيرة. مستوى ارتفع، منتخبات تطمح لبلوغ أدوار متقدمة. شفنا مستوى كبير لو تشاطرني الرأي طبعا، خاصة في الدورتين الأخيرتين. رغم كل هذا الذي ذكرته إلا أن المستوى في ارتفاع. ربما هذا هو السبب الذي جعل الاتحاد الافريقي يصر على إجراء هذه المسابقة في كل سنتين. أبدا. عندما تتحدث عن المستوى أنت تتحدث على اللاعب الإفريقي الذي يتمتع بمستوى فني وبدني جد راق. وبعد هجرة خيرة اللاعبين الأفارقة في الصغر إلى أوروبا عززوا ذلك التفوق البدني والفني بالجانب التكتيكي الذي كان غائب على اللاعب الإفريقي. اليوم عندما تشاهد مباراة لمنتخب إفريقي أي نعم تجد ذلك الاندفاع البدني وذلك المستوى الراقي من الناحية الفنية والتكتيكية. لكن عندما تتحدث عن التطور يجب أن تتحدث عن البرمجة. كيف لقارة أن تتطور وهي تفتقد للبرمجة؟ سنتين في تلعب النهائيات في جونفي، بعد الدورة القادمة تلعب في نهاية الموسم، بعد الدورة القادمة تؤجل لموسم آخر، بعد الدورة القادمة يكون ذلك البلد هو الذي من المقرر أن يحتضن تلك الدورة، ثم تذهب الدورة إلى بلد آخر وما إلى ذلك. ما زالت هذه القارة الإفريقية تفتقد لهيئة إدارية تضاهي المستوى الفني للاعب الإفريقي. أكيد فريد. نصر بويش، عام كامل هو الفترة التي أجلت فيها هذه المسابقة من جانفي 2025 إلى
ديسمبر 2025 سنة. ثم جانفي 2026. ما تشوفش أنه المغرب دارك وهو الذي ساهم في هذا التأجيل، دارك بأنه ممكن بعض اللاعبين وبعض المنتخبات ستقاطع هذه الدورة وبذلك قد تؤجل مرة أخرى، وهو الذي سيصب في صالح هذا البلد الغير جاهز لاحتضان كأس أفريقيا؟ غير جاهز، نظن انه اكيد انا المنتخبات هذه ولا كما قلت نتايا بدات كانت على سنه من قبل، ربما كنا حين جانفي 2025 من بعد انت تديها حتى ديسمبر 25 جانفي 26. نظن انه كاين الفكره تمشي في هذا، تصب في هذا انه كان مقاطعه، حتكون مقاطعه. انا نظن حتكون مقاطعه لانه المنتخبات خاصه انا قلت لك الانديه الاوروبيه راح ما تخليش ربما راح تدافع. انت ما راكش جاهز باش تحتضن كاس افريقيا وتقطع الطريق على بلد يملك كل مكونات الاستضافه وجاهز تقريبا 200% يعني، وتروح يعني تنافسوا على جلب كاس افريقيا لبلدك وانت غير جاهز، تبقى يعني علامه استفهام كبيره. اكيد انا قلت لك انا نظن ان المقاطعه راح تكون في هذا، تصير في هذا كما. بالنسبه للاعب، هل اقامه المسابقه شتاء ام صيفا افضل؟ يعني بالنسبه للاعب كره القدم. نظن انه بعد ما شفنا المنافسه اللي جرت في مصر 2019 نظن انه شفنا انه ربما اللاعب حتى في اليورو، انا شفنا اليورو هذا في الصيف، لانه اللاعب يبقى في المنافسه، مازالوا في المنافسه. نظن انه فيها راحه تاع اسبوع او اسبوعين لتجهز اللاعبين للمنافسه. نقول من الاحسن ربما ذهنيا صيفا افضل. لا افضل، لانه حتى الناخب تاع اي منتخب يكون عنده افكار تاعو تكون موسعه، يعني اللاعبين يكون يحضروا عندك. لكن بين قلت لك مرحله حساسه، بعد المرحله الاولى تكون فيه اصابات، تكون فيه الناس ربما تخمم على العطله الشتويه اللي عطله حساسه يعني للاعب يريد كما نقول ان بو دو ريبو. نظن من الاحسن هو المنافسه تكون